اصحابي الحلوين، اهلا بيكم في ميك اوفر وكل سنه وانتم طيبين. وبمناسبه رمضان انا وقناه بيوتي باي سوما عاملين لكم تعاون. بالنسبه للبنات ادخلوا عند سوما شوفوا هي عامله لكم ايه، عامله لكم شويه نصايح عن ازاي في رمضان تهتموا ببشرتكم وتحاربوا بقى الجفاف والحاجات اللي ممكن تحصل لبشرتكم. بالنسبه لي بقى انا عامله لكم حلقه عن ناكل ايه في رمضان. هسيب لكم اللينك بتاع سوما تحت في البوكس، ادخلوا تشوفوا الحلقه بتاعتها وتقولوا لنا رايكم. نبتدي بقى ايه السؤال الجميل جدا، هناكل ايه في رمضان؟ بصوا احنا دلوقتي احنا عايزين نمشي كده على شويه جايد لاينز، لان طبعا ده شهر وعيد وكل حاجه، فانا مش هاجي ارخم على الناس واقول لكم كلوا سوتيه وما تاكلوش سوتيه. طبعا ده كلام يعني على الورق مش هيتنفذ. فاحنا بس هنقول مع بعض شويه كده رولز، شويه قواعد نمشي عليهم علشان ايه الدنيا تظبط ونخرج على العيد نبقى حلوين كده، ما نبقاش ايه الوزن قوي والدنيا تبوظ مني. اول حاجه واهم حاجه كميه الميه اللي تشربوها يا جماعه. دلوقتي لازم تفهموا ان انتوا على مدار فتره ان الفطار تكونوا بتشربوا ميه. يعني مش تجيلي بس فتره ما فطرت تشرب ميه وفتره ما تتسحر تشرب ميه وتشرب بقى ميه كتير قوي ومتخيل ان الميه دي هتتخزن في جسمك. لا انت مش جمل. فلازم نشرب ميه على مدار فتره الفطار كلها مش بس في ساعه معينه. ليه؟ علشان طبعا الجو حر، ربنا يقويكم ان شاء الله. فكل ده عرق هيخرج من جسمك، هتفقد كميه ميه كتير، فاحنا مش عايزين يحصل لنا جفاف او نتعب او يغمى علينا خلال فتره الصيام. فعايزين نشرب ميه على مدار ايه فتره الفطور. وده هيدخلنا على تاني نقطه، وهو ان احنا ناكل الخضار والفاكهه اللي مليانين ميه. ودي حاجه مهمه قوي قوي بالنسبه للناس اللي ما بتحبش شرب الميه. ناكل ايه؟ ناكل مثلا خيار، خس، كانتالوب، بطيخ. كل الحاجات دي مليانه ميه، فانتوا لما تاكلوها كانكم بتشربوا ميه بس بشكل تاني. فده برضو هيخلي جسمنا ايه يحافظ على الميه، بجانب ان فيها طبعا فيتامينز وفيها مينرالز كتير الواحد بيخسرها وهو صايم. فكده نبقى احنا ايه ظبطنا جسمنا. ندخل على تالت نقطه. دلوقتي فقره الفطار في حد ذاتها. طبعا انتوا اول ما بتبقوا فطرانين انت حد طول اليوم صايم، فالسكر بتاع الجسم هبط. فاول حاجه نفطرها ايه؟ بنشرب مثلا ميه حلو، ونكون مثلا حاطيها فيها تمر او تين او وات ايفر. ليه؟ لان في جلوكوز، نسبه الجلوكوز عاليه قوي، فهتدخل تروح رافعه السكر شويه عشان ايه تفوق. بس مش نفطر مثلا جلاش يعني ليه؟ لان انت طول النهار ما اكلتش، فانك تدخل معدتك حاجه زي كده وفجاه تقول للانسولين يلا احرق، تبقى صعبه قوي. فمش عايزين ندخل على غيبوبه يعني. فاحنا ايه ندخل حاجه فيها سكر بس في اللذيذ. دلوقتي شربنا مثلا ميه تمر، يا ريت بقى لو بعدها حبه شوربه كده صغيرين. حبه الشوربه دول يدخلوا يهدوا بقى شويه المعده، علشان ايه؟ فقره ان انا صايم هوبا يلا نفطر ممكن تعمل قلق لشويه ناس. فانا دلوقتي ايه خدت شويه شوربه، ممكن احط في الشوربه دي مثلا قطعه لحمه، حبه خضار، يعني انتوا ذوقكم. بلاش شقاوه. النقطه اللي بعدها نبدا ندخل على الاكل. انا مش هقول لك كل سوتيه وكل يعني ايه، بس هي الفكره ان مثلا انا دلوقتي واحد اكيد عندي عيد، ماشي. فانا مش عايز اجي على العيد ده الاقي نفسي بوم ضربت قوي وارجع ازعل والحاجات دي، وبالذات بقى اللي ايه اللي هيتجوزوا ويتخطبوا على العيد دول مشكله تانية. فانا عايزاكم ايه ناكل بعقل. يعني مثلا انا قدامي دلوقتي اكل، عاملين فته وعاملين رز وعاملين مش عارفه مكرونه، اخد مصدر واحد من النشويات. يعني مش هاكل كل النشويات دي مع بعض. او اخد مثلا معلقتين من كذا ومعلقه من كذا. فانا كده ايه خدت نشويات ودلعت نفسي وكلت. جنبها لحوم، عاملين كذا حاجه محمره، اخد حاجه محمره وحاجه مثلا تانية محطوطه في الصينيه. يعني ممكن اخد من كل حاجه حاجه بس قطعه او نص قطعه في نص قطعه في نص قطعه. وابقى قاعد مثلا وسط ناس في عزومه، خدت منهم وكلت وكل حاجه وما حرمتش نفسي بس ما افورتش. لكن ما ندبهاش بقى بفتيك وجنبيه مش عارفه ايه وجنبيه. ده هيبقى كتير قوي. ومش بس سيبكم الخسسان والتخن دلوقتي مش مهم، هنتصرف فيها بعد رمضان. بس هي الفكره ان في ناس اصلا يا عيني معدتها مش هتستحمل الكلام ده، تلاقيهم معدتهم وقولونهم طول رمضان ايه بيبقى بايظ خالص. فايه احنا ناخد من كل حاجه حاجه ومن نفسنا. وطز بقى هناكل ايه. انا يهمني قوي 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 الخضار جنب الاكل، عشان حاجتين. واحد، الخضار ده فيه شويه الياف مفيدين جدا، فدول هيقللوا امتصاص جسمك للدهون بقى والحاجات اللي داخليه. الحاجه التانية ان بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل في القولون، الناس دول يا عيني بيبقى الموضوع صعب، لان انت لو صايم دلوقتي وقولونك شد وعندك امساك اور وات ايفر، ولا تعرف تاكل ولا تعرف تاخد دواء ولا تعرف تعمل اي حاجه. فاحنا عايزين فتره ما احنا صايمين دي نكون مركزين قوي قوي في بناكل ايه عشان ما نتعبش ايه يعني. فتره الصيام مش هنعرف نفطر.
فانا عايزاكم تاكلوا خضار، خيار، خس، اي حاجه يا جماعه، مش هقول لكم مش لازم فاصوليا وبتاع، بس حتى حبه خيار وخس كده عشان يعني مع الاكل وجزر، علشان القولون بتاعنا ايه، ما يقفش. دلوقتي بقى ايه، انا كل ما اكلم حد يقول لي ده انا بزيد قوي في رمضان، فاقول له طب بتزيد ليه، فهمني، انا ما باكلش اصلا، انا باكل وجبتين في رمضان. فاقول له ايوه، طب وجبتين ده مش كتير، يقول لي خالص، انت مش بتقولي قله الاكل بتبوظ الحرق؟ اقول له اه، ليه عشان كده ايه، انا ما انا بزيد. لا هو انت ما بتزيدش عشان كده. هو انتوا بتضحكوا عليا، يعني ايه بقى، انا رايح لاخصائيه تغذيه ايه مسيحيه مثلا، فهي مش عارفه، لكن انا عارفه كل حاجه بتحصل. دلوقتي ما بين فتره الصيام وفتره الفطار دي، قصدي فتره ان احنا فطرنا وهنتسحر، كميه الجلاش والكنافه والحاجات دي ايه بقى، دي بتتحسب ايه؟ ما بتتحسبش وجبه طبعا، دي بتتحسب سناكس. مش كنافه بالنوتيلا، كنافه وبطه جوه وبطتين بره والدنيا بايظه، ونرجع نقول احنا ما بناكلش، احنا مش عارفين بتزيد ليه. لا ما نمثلش، احنا عارفين كويس احنا بنزيد ليه، لان احنا بناكل كميه حلويات في رمضان ناكلها بعمرنا كله. تمام. فما نقعدش نضحك على بعض ونروح للدكتور الدايت بتاعنا ولا النيوتريشنست نضحك عليه ونقول له احنا ما بناكلش. انتوا لازم تفهموا ان الحلويات كميه الدهون اللي فيها بسعرات مثلا في 3 وجبات جنب بعض، حلو، ومش هقول لكم ما تاكلوش، يعني هبقى بضحك عليكم، انتوا اصلا هتقفلوا الحلقه مش هتكملوا. فماشي، احنا هناكل دلوقتي ايه، حته كنافه، خلاص اخد حته من نفسي واتس اوفر، مش هجيب طبق قد كده اقعد 4 5 ايام اكل فيه. في حاجه تانية عايزاكم تعملوها في رمضان، بس دي للاشخاص الاصحاء ما عندهمش مشكله في الكبد خالص، ويفضل ان انتوا لو عندكم اي مشاكل جوه في السيستم بتاعكم تراجعوها مع الدكتور بتاعكم. هي ان انتوا تاخدوا اورليستات. اورليستات دي حاجه اسمها فات بلوك، يعني ايه، يعني حاجه بتقلل امتصاص جسمك لايه، للدهون اللي داخلين. فانت دلوقتي الحلويات دي كلها غرقانه سمنه وقشطه وبلاوي بقى، فانت بتاخد حبايه، نركز، حبايه اورليستات مع الوجبه اللي فيها دهون، ايا كانت بقى، هنضرب كنافه او هنضرب مثلا مكرونه بشاميل غرقانه سمنه وحبشتكنات، اوكي. فدي هتقلل من امتصاص جسمك للدهون شويه، فبدل مثلا ما الوجبه دي فيها 20 جرام فات، ممكن جسمي يدخل له 10 بس، ها، حركه برضو تساعدنا شويه في رمضان. بس بصوا مكتوب على الورقه كده عشان نبقى واضحين مع بعض، عشان بحب التاتش قوي اللي انتوا بتعملوه، لو خدتوا اكتر من حبايه روحوا اقرب مستشفى، هو مكتوب كده على الورقه بتاعتها. فانت مثلا ما تجيش تقول ايه، لا انا هضرب حبايتين عشان هاكل وجبه كبيره، هي حبايه اللي هتتاخد، وهي حبايه اللي هتجيب نتيجه بمعدل معين، اكتر من كده ما نحلمش، تمام. فبليز نحاول بس نظبط حلويات، اوكي. كله ايس كريم، كله جيلي، ما حبكش يعني، خلاص ناكل الكنافه اول يوم يومين من نفسنا، وبعد كده نرجع بقى ايه الاشخاص الطبيعيين. الحاجه التانية اللي بتزود الناس قوي وما بيحسبوهاش، يعني يجي لي حد لا ده انا ما باكلش، ده انا بس بشرب. بتشربي ايه؟ تمر هندي وتمر مش عارفه ايه وكذا. طيب انا عايزه ابقى واضحه معاكم في حاجه، الكوبايه اللي قد كده، قد كده من الحاجات دي بتبقى فيها سعرات من 150 ل 300 كالوري، انتوا حظكم بتشربوا ايه. ف 300 كالوري دي باربع خمس حبات فاكهه، انتوا متخيلين؟ ودي كوبايه قد كده، احنا طبعا بنشرب شوبات يعني بنشرب حاجات قد كده. فانا عايزاكم ان احنا لو هنشرب نشرب اكيد من نفسنا، بس ما نافورش في العصير، لان الناس بتقول لك انا ما باكلش في رمضان وبزيد، عشان بنشرب حاجات كتير، بجانب ان احنا برضو نبقى اذكياء. يعني انا عارف ان انا اول حاجه بفطرها ببقى عايزه اشرب حاجات ساقعه كتير، اروح مثلا عامل شوب جوافه مثلا واحطه في التلاجة، هيبقى حاجه حلوه واشرب بقى، تمام. شوب ليمون واحط عليه عسل مثلا او حاجه واحليه، فالحاجات دي هتبقى سعراتها اقل وفيها فيتامينز، غير معظم العصير بقى وكده ما بيبقاش فيه فيتامينز اصلا، يعني بتبقى عصير كده بتاخد كالوريز على الفاضي، ولا جسمك استفاد ولا اي حاجه. فنحاول ان احنا نحط حاجات ساقعه في التلاجة نتلجها، وهي دي اللي نشربها بدل ايه الحاجات اللي نجيبها من بره. ندخل بقى على فقره السحور، ودي مهمه قوي بالذات للرياضيين اللي خايفين يخسروا عضل، ركزوا معايا شويه، وبالنسبه لكل الناس. دلوقتي انت عشان تاكل اكل والاكل ده يشبعك، انت محتاج ادمجوا الاكل ببعض. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هاكل فول وجنبيه جبنه قريش وجنبيه عيش وجنبيه ايه، خضار، خس وخيار وحاجات زي كده عشان ما يجيليش امساك او مشكله في القولون. لما انا ادمج الحاجات دي ببعض هتشبعني اكتر وتقعد في جسمي على مدار فتره الصيام. شوفان، شوفان في ناس كتير ما تحبوش، وانا شخصيا باكله كده، يعني باكله عشان حاجه صحيه، ما بحبش طعمه، بس بجد يا جماعه بيشبع اكتر من الفول. فممكن شوفان وزبادي، والزبادي بقى الله للناس اللي معدتها تعبانه، لو حطينا كوبايه زبادي في الفطار او في السحور، للناس بقى اللي بتتعب من الصيام وكده هتظبط معاكم، بالذات للمعده ومشاكل القولون والحاجات دي. فمثلا ايه، شوفان وجنبيه زبادي وجنبيه فاكهه، اوكي، ومثلا كوبايه اللبن بتاعتي او حاجه او بيضتين مثلا،
كده ابقى انا اكلت وجبه تقيله وصحيه وحلوه لعضلاتي وحلوه لبشرتي وكل حاجه، وهتقعد معايا فتره الصيام. فعايزاكم تدمجوا الحاجات ببعض وما تاكلوش حاجات تافهه. لو انتوا كلتوا باتيه وحاجات ديت، حاجات دي اصلا بتتهضم واحنا بناكلها. فكل الحاجات كده اللي تاكل، عيش المصري، التوست، حبه فريك، علبه تونه، جنبها مثلا جبنه، كل الحاجات اللي من الاخر ايه يعني تشبعنا. تمام. وعايزاكوا اهم حاجه بقى تهتموا بالفواكه اللي فيها بوتاسيوم، عشان طبعا نخرج الصوديوم من جسمنا اللي هو الملح. هنبعد خالص في فتره الفطار ديت عن اكل فيه ملح كتير يا جماعه. الحاجات اللي فيها ملح، الناس اللي بترش ملح كتير نقللها علشان ما يتعبش في الصيام ونعطش. وناكل الحاجات اللي فيها بوتاسيوم زي ايه؟ كانتالوب، كيوي، كوسه، موز. كل الحاجات دي فيها نسبه بوتاسيوم حلوه قوي، فهتساعد جسمنا يعني يتخلص من ايه؟ من الاملاح. وطبعا مش هقول تاني شرب الميه، اكل الفاكهه، نحاول ان احنا ناكل حوالي 3 مرات في الفتره اللي احنا فطرانين فيها، علشان جسمنا الميتابوليزم ما يقعش خالص. ويا رب يعني اتمنى لكم ان شاء الله صيام جميل وعيد يبقى حلو علينا كلنا. ولو عجبتكم الحلقه دي لازم تدخلوا على يوتيوب تشوفوا الشانل بتاعتنا وتعملوا سبسكرايب، عشان كل ما ننزل حلقه جديده تشوفوا الحلقات بتاعتنا. Thank you so much for watching. ده انا عيان.